عارفين اللي بياخد كل حاجه على قلبه وعلى اعصابه هو شخصيه حساسه وقلبه كبير، دي اكتر حاجه بتضعفك في الشغل. في بريطانيا لقيت العكس تماما، حاجه كنت شايفها برود بس ده طلع اكبر سر يخلي اي حد اقوى في حياته. اول ما جيت بريطانيا لقيت الناس بارده، يقول لك لا على فكره او طلب وهو يبتسم ابتسامه عريضه كأن حاجه ما حصلتش بينكم، بيكمل كلامه كأنك صاحبه بقالك 100 سنه. فضلت سنه كامله مش عارف اتعامل مع الناس دي، ما حاسس ان هم ما عندهمش احساس. كلمه لا دي كأنها بيشربوا كوبايه ميه، مع انها ثقافتنا احنا وفكرنا لو حد قال لك لا ده موضوع كبير، وانت تقول لحد لا على العشم اللي بينكم. بس لما فهمت الناس دي وفهمت دماغهم لقيت ان الفرق بيننا وبينهم بسيط، بس الفرق ده بيخليهم هم اقوى. واحنا اضعف بكتير جدا. هو لما يقول لك لا مش بيقول لا ليك انت كشخص، هو بيقول لا للفكره للطلب، بس انت على المستوى الشخصي ممكن تبقى انت نفس الشخص اللي هو بيحبه عادي، ما بيديلكش كلمه لا وهو بس ان انت مش عايز يعمل معاك تاني. حد قال لك لا فكر في نفس الموضوع، هو بيقول لا للفكره، بيقول لا للطلب، مش حاجه شخصيه خالص ان هو يقول لك لا. فكر فيها كده، خلي اي حد حواليك لما يتقال له لا يفهم الكلام ده. فاعمل له شير واعمل لايك وكومنت على الفيديو ده لو ليك راي تاني، وخلي الناس تستفاد من الفيديو ده.